انا بضحك عشان ورا الكاميرا. حلقتنا عن السفر. في اسرار ما بتبانش من الصور اللي بنصورها واحنا مسافرين، وفي حكايات كتير بتقابلنا في السفر ما بتتكتبش في الباسبور. بس لو جربت انك تسافر هتلاقي نفسك، هتكتشف عن نفسك حاجات، وهتلاقي جواك حاجات ومميزات انت ما كنتش تعرف خالص انها موجوده. انا احمد هلال، هقول لك. باشا اهلا، عامل ايه، ازيك؟ اه والله رايح الرياض بس كده، جاي على طول. يلا اشوفك على خير. Several days later. ابشر ابشر. هلا والله ابو ياسر، بشوفك والله. القاهره، راجع القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه جديده من هقول لك. النهارده احنا هنتكلم عن السفر. السفر مش مجرد بس حاجه بتخرجك من الروتين اليومي بتاع يومك وحياتك، ونصحى الصبح نروح الشغل ونرجع لو نقابل صحابنا. السفر ده بينقذ روحك، بينقذ شخصيتك انها ما تتطورش، بيعرضك لمواقف كتير جدا بتخليك تتطور. اول حاجه مثلا، انت طول عمرك وانت قاعد بتفكر انا هسافر لوحدي، ايه ده انا مش عارف اتصرف. طب انا هركب ازاي لما اوصل البلد دي؟ هركب المواصلات ازاي؟ وهاخد تاكسي ولا هكلم حد ياخدني ولا هعمل ايه؟ بس لو قررت انك تسافر، اول ما هتوصل البلد هتلاقي نفسك بتتصرف، وهتكتشف انك طلعت ما بتخافش، وهتكتشف انك بتقدر تتصرف في اي موقف انت اتزنقت فيه. 200 جنيه؟ لا انت فاكرني كرة ديت؟ هتاخد دي ولا امشي؟ ماشي. بس حلقتنا النهارده مش عن كده. حلقتنا النهارده عن احنا ايه بيحصل لنا لما بنسافر، ليه بنتغير لما بنسافر. بنتغير يعني ايه؟ انا مثلا مصري وقررت اسافر جده او السعوديه، الامارات، دبي. فخلينا نقول الرياض. انا رحت الرياض. انا في مصر متعود دايما اقابل واحد صاحبي، بنقول ازيك، عامل ايه، اخبارك. اول ما تروح الرياض ورجلك تنزل المطار مفيش 3 ايام، اول ما بتقابل واحد تقول له هلا والله. والسعودي يا هلا، ابغى اقعد جنب الشباك. مصري، طب يا اخويا عايز اقعد جنب الشباك. ده ليه؟ ايه اللي بيحصل هنا خلاك تتغير؟ تيجي مثلا احنا في مصر عندنا فكره الكلام الحلو اللي بنقوله في وسط المعاملات بتاعتنا مش كتير. ممكن طبعا في ناس بتستخدمه وناس لا، بس هو مش كتير. بس تيجي تسافر بلد زي اوروبا، تيجي وليكن مثلا اكتر بلد اوفر في الموضوع ده، تيجي تروح لندن. اول ما تطلب من حد حاجه تبدا تقول له ثانك يو سو ماتش ابريشيتد، ثانك يو فور دروب مي اوف، ثانك يو فيري ماتش، ثانك ابريشيتد، ثانك يو اوه سوري. تفضل تقول له كل الماجيك ووردز اللي ممكن تيجي على بالك. هل ده احنا اخلاقنا اتغيرت بس من يوم وليله لما سافرنا، ولا دي حاجه نفسيه وفيها سر؟ لا، هي فيها سر، وانا هقول لك. السر هنا انه العلماء بيقولوا ان الانسان لما بيروح بيئه جديده بيحاول يأقلم نفسه بسرعه على البيئه دي عشان يقلل من التوتر اللي عنده، ويقلل من فكره الخوف انه في مكان تاني وحد يتريق عليه. وبرده ضمن الاسرار دي، في دراسه في جامعه كولومبيا اثبتت ان البني ادم وهو مسافر دماغه ومخه بيبقى عامل زي العجينه الطريه، بتستوعب وبتقبل اي حاجه ممكن بتشوفها قدامك، من اكله غريبه دقتها، ثقافه بتاعت ناس انت مريت بيها او خبطت فيها في الشارع. مخك بيبدا يكون خلايا جديده انك ازاي تتعامل في الموقف ده. فمن هنا السفر اقدر اقول انها حاجه مفيده جدا، بتخليك تدرك وتقدر تحل مشاكل عمرك ما كنت تتخيل انك تقدر تحلها. خد بقى حديد هنا. حديد ممكن اطير 3 ايام ولا بخاف، الحمد لله. برضو من الحاجات المضحكه جدا، انت في مصر لو خبطت حد، اول ما يشوفك اول ما تخبطه، ايه يا عم انت مش شايفني؟ ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟ طبعا كلنا بنقول دي، وبعد كده لا والله ما خدت بالي بيك. تسافر بلد اوروبيه، وزي ما احنا قلنا، خلينا في المثال اللي احنا قلنا عليه انجلترا، تخبط حد، اوبس سوري I didn't see you, sorry are you okay, are you fine، وتلاقي نفسك بتأفور قوي في المجامله. عشان كده اتنشن. طب هو جاي اقامه ولا جاي فيزيتور؟ انت هنا عندك حاجز من جواك مخليك تحس ان في حاجه متغيره. انت هنا لازم تبين قد ايه انت يور جنتلمان، لازم تبين قد ايه انت فاهم قواعد البلد دي، مع ان ممكن تكون دي افوره كبيره جدا، بس احنا ده اللي بيحصل لنا. تيجي مثلا حد راح اي دوله من دول الخليج، احنا في مصر جو حر موت، هموت من الحر. تلاقيهم في السعوديه يقول لك ايه، اجواؤنا اليوم 40، بس في نسمه والله. فانت هنا مش عايز تغير شخصيتك، انت بس عايز تتاقلم في البيئه اللي انت فيها. الحاجات بقى اللي هي يعني اقدر اقول اغرب حاجه بشوفها في السفر، اول ما حد ما يسافر ما يعديش اسبوع يكلم اهله في التليفون
يبقى مكلم مامته كده فيديو وهي بتقول له ايه يا ابني انت شكلك خاسس ما بتاكلش ليه؟ يا ماما ده الفلتر انا ما لحقتش ده فلتر الموبايل انا ما لحقتش من اسبوع اخس. وتيجي تقول لك كل كويس واتغطى كويس، وتلاقي الاهتمام زايد. ده هنا جاي عشان انت بعدت عن البيئه اللي انت متعود تبقى فيها. الناس فاكره وانت فاكر انك مش هتعرف تتاقلم في البيئه دي، مع ان الموضوع ده بيبقى كومن جدا بالناس كتير بتسافر. طيب اسرار السفر هل بتخلص على المنطقه دي؟ لا طبعا، في اسرار كتير ليها علاقه بالبلد اللي انت بتزورها. ده كمان من اسرار السفر. السفر ده ادمان، والله ادمان. لو حد جرب انه يسافر، او لو انت تعرف حد سافر قبل كده، اساله هو انت لما بتسافر مره بيبقى نفسك تسافر تاني؟ هيقول لك وتالت ورابع. احساس انك تحضر شنطتك وتطلع على المطار، اول ما توصل المطار في الناس بالنسبه لها ريحه المطار دي متعه في حد ذاتها. احساس انك تنزل بلد وتتمشى في شوارعها وانت ما تعرفش حاجه، تستكشف بنفسك الحاجات دي، كل دي حاجات بتخليك تدمن موضوع السفر. فده سر من اسرار السفر، انه ادمان، فناخد بالنا. في نهايه حلقتنا احب اقول لك ان السفر هي وسيله بنتعلم بيه حاجه جديده. احنا مش بنسافر رفاهيه ولا بنسافر عشان خاطر بس نروح ندوق اكله جديده وخلاص. في ناس بتسافر عشان تستكشف العالم، في ناس بتسافر عشان بتدور على شغل، في ناس بتسافر عشان تتعلم. المهم ان السفر هيفضل دايما حاجه مهمه وحاجه ليها تاثير في حياه اي بني ادم. وبالنسبه للمصريين او اي حد لما بيتغير لما بيسافر، يا عم عارف انك وصلتني ماشي يا سيدي، ايه المشكله يعني؟ وصلتني شنطه كانت كبيره عادي يعني، رايح لندن هجيب لك حاجه من لندن، يلا سلام. كده كده احنا كمصريين قلبنا ابيض وهيفضل قلبنا ابيض. عشان كده لما بنروح بلد بنحاول ان احنا نندمج معاهم، نتكلم بطريقتهم، نتكلم بثقافتهم. وده مش معناه ان احنا فقدنا الهويه بتاعتنا، لا بالعكس، احنا بس عشان طبعنا قلبنا ابيض بنحب نحبب الناس فيه. انا احمد هلال هقول لك